6 من أغرب الأحداث التي حدثت لبشر. العناوين: شاب يجد نفسه في مقبرة مغلقة. السماء تمطر نقود. مكالمة من شخص متوفى. رجل اعتقد نفسه مجرما. بطة أنقذت أسرة من حريق. اختفاء العروسة. أولاً، شاب استيقظ ليجد نفسه في مقبرة مغلقة. في فرنسا، خرج شاب مع أصدقائه في إحدى الليالي للسهر، ولكن بعد كثيرا من اللهو فقد وعيه. ففكر أصدقاؤه الذين فقدوا وعيهم أيضا في القيام بمقلب شديد الخطورة، فقاموا بنقله إلى مقبرة قديمة وتركوه بداخلها مغلقة. عندما استيقظ، وجد نفسه محبوسا في الظلام محاطا بالرطوبة والأصوات الغامضة، مما أثار لديه رعبا حقيقيا. بعد صرخات يائسة، تمكن أحد المرة من سماعه، وتم إنقاذه لاحقا على يد الشرطة، ليصبح الموقف واحدا من أصعب لحظات حياته. ثانيا، سماء الهند تمطر نقود. في إحدى القرى الهندية، فوجئ السكان بتساقط كميات كبيرة من النقود من السماء، مما دفع الجميع للتسابق لجمعها. لاحقاً، تبين أن تلك النقود كانت من شاحنة نقل قديمة مائلة على جانب أعلى الطريق، وأدى اهتزاز الحمولة إلى تطاير النقود في الهواء. رغم أن التفسير منطقي، بقيت تلك الحادثة في ذاكرة سكان القرية كأحد أغرب المواقف التي عاشوها. ثالثاً، مكالمة هاتفية من شخص متوفى. في الولايات المتحدة، تلقى شخص مكالمة غريبة من رقم هاتف يخص شخصا من أقاربه الذي توفي قبل أشهر. وعند الرد، سمع صوتا يهمس باسمه، ثم انقطعت المكالمة. أثارت تلك الحادثة جدلا كبيرا في العائلة وفي المجتمع، حيث انقسم الناس إلى جانبين. جانب اعتبرها خلل تقني، والآخر اعتبرها رسالة غامضة، مما زاد الأمر غموضا. وقبل أن نكمل، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. رابعاً، رجل اعتقد نفسه مجرما بسبب التنويم المغناطيسي. في لندن، حضر رجل عرضا للتنويم المغناطيسي، وتطوع ليشارك في العرض. وأثناء التنويم، أوحى له المنوم بأنه مجرم هارب، فصدق الأمر تماما لدرجة أنه، حتى بعد انتهاء العرض، ظل يتصرف وكأنه مراقب من الشرطة. عاش في خوف حقيقي من أن يقبض عليه، مما اضطره للذهاب إلى أخصائي في التنويم ليخلصه من تأثير هذه التجربة المزعجة. خامساً، البطة التي أنقذت الأسرة من حريق المنزل. في أستراليا، كانت إحدى الأسر تحتفظ ببط أليفة، وذات ليلة بدأت البطة بإصدار أصوات عالية على نحو غير معتاد. استيقظ أفراد الأسرة ليكتشفوا أن هناك حريقا قد اندلع في المطبخ، والدخان يغطي المكان. تمكنت الأسرة من الهرب بفضل تنبيه البطة، والتي تحولت من بطة إلى بطلة، وأصبح يتم تكريمها من الأسرة سنويا كنوع من الامتنان. سادساً، العثور على العروس التي اختفت يوم الزفاف. في الولايات المتحدة، حضرت عروس إلى حفل زفافها، ولكن عندما حان وقت دخولها إلى القاعة، اختفت بشكل مفاجئ، مما أثار دهشة العريس والحضور. بعد بحث مستمر، وجدوها مختبئة في غرفة خلفية بسبب نوبة قلق مفاجئة أفزعتها وجعلتها غير قادرة على مواجهة الحفل. بعد تهدئتها، عادت تكمل الحفل، ولكن تلك اللحظة المحرجة ظلت عالقة في أذهان الجميع. لن تنتهي الغرائب، ولكن انتهت حلقة اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة لتتمكنوا من متابعة كل غريب. نشكركم ونراكم على خير.